بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبتي في هذا الفيديو الجديد دائما على قناتكم حسين للمعلومات. اليوم كيفية تطوير أي حساب على الفيسبوك بهذه الطريقة. هذا الكود يعني كود جبته من أصدقائي. وهذه ننتقل إلى هذه الطريقة. أول شيء نذهب إلى أي متصفح. بالفعل متصفح جوجل كروم هو الأول في العالم. ندخل إلى متصفح جوجل كروم. طيب يا أصدقائي، نقوم بالمسح هذا، ثم نقوم بكتابة هنا فيسبوك كما سوف تشاهدون. هذه فيسبوك. طيب يا أصدقائي، ثم نقوم بالتسجيل الدخول إلى الفيسبوك. عندي 3 صفحات، أسجل بهذه الصفحة يا أصدقائي. ثم على متصفح جوجل كروم. طيب يا أصدقائي، بعد التسجيل في الفيسبوك نبحث على اسم الضحية. نكتب هنا كما تشاهدون، مثل نكتب هنا أي اسم. أرجوكم لا تعملوا هذه الطريقة مع أخواننا. اكتب أسامي إنجليزية، يعني مثل جون على سبيل المثال، أو مثل هذه الاسم. طيب يا أصدقائي، يجب أن يكون الشخص غير يعني غير صديقك كما تشاهدون. هذا الشخص غير صديقي. بعد تطليع اسم الصفحة، وبعد اسم الصفحة، ثم نقوم بأخذ الرابط اليوميات الخاصة به يا أصدقائي. هذا هو الرابط اليوميات، ثم نقوم بنسخه كما تشاهدون. أعتقد هنا لحد علامة استفهام، قم بنسخه كما تشاهدون. علامة الاستفهام للتوضيح أكثر، هذه علامة الاستفهام. لحد هنا انسخ الرابط يا أصدقائي. نقوم بنسخه. وهنا الكود، نقوم وين الكود؟ بالمذكرات. هذا هو الكود يا شباب. بعده ثم قم بهنا فاصلة كما تشاهدون، ثم قم بهذا، ثم قم بنسخ الكود يا أصدقائي. وثم قم الكود والصورة وصورة الرعب أسفل الفيديو، عفوا بالوصف وفي المدونة. نقوم بنسخ الكود، نسخ، وثم نقوم بعودة إلى الصفحة وثم من هنا كما سوف تشاهدون، وثم الإبلاغ عن مشكلة أعتقد. ثم نحدد المنتج عفوا المنتج غير ذلك للتوضيح أكثر. هنا المنتج غير ذلك كما سوف تشاهدون. وثم نقوم هنا نسخ الكود، وأيضا رابط اليوميات الخاصة بالشخص يا أصدقائي. نسخ الكود كما سوف تشاهدون، وثم نحدد الصورة، صورة الملفات. اختيار صورة من مستندات. الصورة أيضا أسفل الفيديو أصدقائي. هذه صورة رعب. وثم نضغط على تمه، أو نذهب إلى تمه تقديم. شكرا، أعطاك هذه الرسالة. شكرا لك لتبليغ عن هذا الخطأ. لا يمكننا الرد على كل من تقدير الفيسبوك حدد، لكننا نريد. ثم نروح إلى المستخدم والإبلاغ عليه. الإبلاغ، إبلاغ عن هذا الشخص، هذا الحساب زائف غير ذلك. وثم تقديم المرجعية كما سوف تشاهدون. طريقة مضمونة، وأنا جربت أكثر من 13 حسابا. ثم نضغط استعادة أو إغلاق، ثم إغلاق الحساب، وثم تمه. وثم نكتب هنا، نكتب رائع وتقديم، وثم تمه. طيب يا أصدقائي، هذه الطريقة يعني لمدة ساعة لكي يقوم بجرى هنا الإبلاغ عن الشخص.
يا أصدقائي هذه هي الطريقة، ساعة. وللتأكيد قم بنسخ هذا الرابط يومياته، بنسخه كله، يعني بنسخ رابط اليوميات بأكمله، وثم نسخه هنا للتأكيد الحساب طار أم لا. يا أصدقائي الطريقة كما وعدتكم، الطريقة ساعة، ويعني تهكير أي حساب أو تطيير أي حساب إذا ما طارت خلال ساعة يعني أحذف قناتي أفضل حل. يا أصدقائي الطريقة ساعة، وسوف يتم تهكير هذه الصفحة. للتأكيد قم بأخذ رابط يومياته، وثم قم بنسخه هنا، بنسخه على سبيل المثال هنا، بنسخه، وثم يعني يقول لك الصفحة غير متوفرة، قد انتهت هذه الصفحة. يا أصدقائي هذا اليوم كان شرحنا لهذا اليوم. لا تنسوا بالضغط على زر الاشتراك، وتنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لكي يستفاد الجميع. ولا تنسوا زيارتنا على موقعنا على بلوجر على الفيسبوك أيضا، ولا تنسوا أيضا اللايك.